راجل حلقة الليلة هو مدير العلاقات العامة أندرو ظريف. لا انا دارس اجنبي ولا كنت في مدارس معرفش ايه، ولا انا راجل بسيط جدا جدا جدا. لو بكرة اكتشفت ان انت كسبت 100 مليون دولار، ايه اول حاجة هتعملها؟ انا شايف ان الناس دلوقتي بقت حاجه صعبه جدا جدا جدا. انت كراجل مسيحي داخل على جواز، ومعروف طبعا انه الجواز في المسيحية ما فيهوش طلاق. انت لما جيت تختار شريكة حياتك اخترتها ازاي وعلى اي اساس؟ وده كان قرار شويه صعب، بس هو مجنون، بس يعني لا كده يعني ده نصيبنا وده اللي حصل. حبيبي، مين طبيخه احلى، انا ولا مامتك؟ في ناس منتظرين انه الكابتن ده يقع. لما انت بتتنقل من اسيوط وتيجي دبي، اتعاملت ازاي اول ما جيت اول كام سنة؟ من وانا طفل صغير بحب اشتغل من ابتدائي. اشتغلت في محل قماش، مطعم بيتزا، اشتغلت سواق، اشتغلت مندوب مواد غذائيه. دي احد سمات الرجولة، ان انت تشتغل كل يوم، تشتغل. كل ما تتكحرت في الدنيا كل ما هتفهم. اجاباتك دي بتعتبر اجابات مساعدة للرجالة اللي لسه متجوزين حديثا. انا لو باخد درهم من كل واحد قال لي انا عايز اسافر يا اندرو، كنت زماني بقيت مليونير. يعني صابت خابت خلصت بقى، هي صابت برضه. مفيش راجل بيترحم، اللي بيقع بيتداس عليه.